النهارده هنجرب معاكم مشروبين من اختراع دينا محسن من اغلى المتابعين. الاختراع ده بقى عباره عن ايه؟ ان احنا نجيب سبرايت ونجيب معاه باكيتات احمد تي اللي هي الكولد درينكس، واحد بطعم الايه بطيخ ونعناع، وواحد تاني ميكس فراوله وتوت وكرز. المفروض ان احنا نفتح الباكيت. كنا عايزين ماوس بقى. ربنا يستر. فتحنا. امسك بس كده عشان ما يقعش. نفتح واحده. بسم الله. المفروض ان احنا نحط الباكيت ده جوه السبرايت ونسيبه في التلاجة من نص ساعة لساعة. بسم الله. ده طلع باكيت مش باودر زي ما كنت متخيل. نشيل طرفه كده، يعني باكيت شاي عادي بس للحاجات الايس درينك. بقى لونه بلاك، لونه بلاك اصلا. ده كده تمام. ده لونه بلاك. انت بهدلت اوكي. الدنيا. هنعمل ايه بس؟ هنعمل ايه؟ كله من دينا. البطيخ والنعناع. حاسب. مش عارف، ربنا يستر من الاختراع ده بقى يبقى ايه. ماشي، هنحطهم في التلاجة نص ساعة لساعة. رجعنا لكم تاني عشان نكمل تجربة دينا محسن. بعد ما حطينا الحاجات ساعة في التلاجة هنجرب دلوقتي ايه؟ الميكس فراولة. تمام. والتوت والكرز. بسم الله. حلو، بس هو الرخامة اللي فيه بس الفتافيت. تمام، لكن لا حلو. بس هي دينا. نجرب دلوقتي بقى يويو الطعم التاني. بطيخ وايه يا يويو؟ نعناع. فين كوبايتك؟ هي كوبايتي يا فندم. بسرعة 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 قبل ما تنفجر. يلا ربنا يستر. ربنا يستر. تمام. حلو برضو. لا احلى. انا حبيت فعلا بطيخ النعناع اكتر. تمام. ميرسي جدا يا استاذ دينا. نشوفك ان شاء الله في اختراع تاني، ويا ريت ما تعرفناش تاني. يلا باي باي. باي باي.